في ضوء كل ما تقدم، وكل ما تقدم بقى هو حياتنا بشكل عام، يومياتنا، الخلافات اللي بنخش فيها، العلاقات اللي بتتعبنا، الشغل اللي بيجهدنا الى اخره مما تقدم. اعتقد يعني من حقنا نطلب من بعض الطلب الجاي ده: وغلاوة الغاليين يا اخي ما تتعبنيش معاك، ما تشيلنيش هم اني اصالحك، ما تشيلنيش هم اني ارد عليك في التليفون، ما تخلينيش اشيل الهم اني اكلمك لاني عارفه انها مكالمه تقيله وهتبقى مليانه لوم وعتاب. وهو طبعا يفضل ما تشيلنيش الهم عموما، يعني لان طبعا الهموم حوالينا بالكوم، وكل واحد ربنا اعلى واعلم هو شايل ايه وقادر عليه ازاي. الحياه بقت محتاجه ناس ما تشيلناش الهم. اعتقد مش تخلي اطلاقا ان لما يكون في حد بيضغط عليك نفسيا ودايما مشيلك الهم، خصوصا لو انت بتحاول تسعى اليه خطوات وبتحاول تتودد بشكل طيب ليه وهو طول الوقت مشيلك الهم. اتذكر فيما اتذكر يعني ان واحده صاحبتي كانت وسيط ما بين اتنين متخاصمين، هنسمي الناس يعني هنقول مثلا كانت وسيط ما بين احمد ومحمد، وهنفترض كمان ان احمد ده هو الشخص اللي مشيلنا الهم. فبقول لها يعني معلش ابذلي مجهود شويه ان هم يتصالحوا. فهي قالت لي كلمه عمري ما انساها، قالت لي بصي انا هكلم احمد وهحاول اخليه يتصالح مع محمد، بس بصراحه لازم انا اكون مستعده ومؤهله نفسيا ان اقدر اكلم احمد. فانا ركزت اللحظات اللي هو ايه اللي يخلي حد يقول كده. قالت لي هو انت فاكره مكالمه احمد بالساهل؟ لان احمد فعلا كان شخص مكالمته تقيله، وانا لما هي قالت لي كده نورت لي لمبه. هو طول الوقت وانت بتكلمه محتاج تبذل مجهود، محتاج اصلا يبقى عندك طاقه هلاميه، طاقه يعني تنور شارع عشان تقدر ان انت تاخد وتدي معاه في الكلام. كانت النتيجه طبعا ان احمد خسر كتير من علاقاته، وحتى علاقاته العاطفيه اغلبها بقت بالفشل، واعتقد دي نتيجه متوقعه. فبالتالي يعني هرجع للرساله المقصوده انه يا ريت على قد ما نقدر ما نعرفش ناس تشيلنا الهم، واكيد برضو ما نكونش احنا ناس بنشيل للاخرين الهم. لو الكلام ده دلوقتي جه كده فرق معاك باي شكل من الاشكال ونور لك لمبه، ده يبقى شيء كويس جدا. حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني، يا ريت جدا تعملوا منشن في الكومنتات.